بعض الناس بتعتقد انه عمل الممثل انه يحفظ الكلام ويقف قدام الكاميرا يأديه حتى ولو هيأديه بشكل احترافي. الحقيقة مش كده. الحقيقة ان العمل الحقيقي للممثل كله بيقع في المنطقة الخفية ما بين استلام الورق وما بين وقوفه قدام الكاميرا او يوم العرض المسرحي. النهارده هنخوض رحلة خطوة بخطوة عشان نكتشف المطبخ السري للممثل المحترف. هنعرف بالظبط ايه اللي بيعمله في بيته بعد ما يستلم الورق وازاي بيحلل الشخصية، وهنعرف كمان ايه اللي بيعمله قبل ما يقف قدام الكاميرا بدقايق او قبل ما يطلع على خشبة المسرح. انا نزيه المصري ودي حلقة جديدة من المسرح جه. اول حاجه الممثل بيستلم النص المسرحي او السيناريو، والممثلين المبتدئين بيقعوا في غلطه على طول انه بكل حماس بيبتدي يحفظ جمله، ودي غلطه كبيره. الممثل المحترف بيبتدي بحاجه اسمها القرايه المحايده، بيقرا النص كامل او السيناريو كامل عشان يفهم العالم اللي الشخصيه هتعيش فيه، هيفهم كمان هو كوميدي ولا تراجيدي، هيفهم اذا كان تاريخي ولا معاصر. بعد ما يقرا النص ويفهمه تبتدي مرحله العمل البوليسي، يتحول الممثل وكانه محقق، يبتدي يحقق في كل كبيرة وصغيرة في النص، ويبتدي كمان يسأل نفسه الأسئلة الشهيرة اللي حطها ستانسلافسكي: من أنا؟ اسمي إيه؟ سني قد إيه؟ خلفيتي إيه؟ أين أنا؟ المكان اللي أنا عايش فيه وتأثيره عليا؟ متى؟ التاريخ بالظبط، وكمان الوقت اللي بيتعمل فيه المشهد في اليوم. ورقم 4، ماذا أريد؟ هدف الشخصية، وده أهم سؤال بيطرحه الممثل على نفسه. رقم 5، لماذا أريد؟ خلاص أنا عرفت أنا عايز إيه، دلوقتي عايز أعرف أنا عايزه ليه، وده الدافع بتاع الشخصية. ورقم 6، ماذا يمنعني؟ العقبات اللي قدام الشخصية لتحقيق هدفها، ودي اللي بتخلق الصراع. هنا الممثل مش بيحفظ، هنا الممثل بيفك شفرات، بيكتب ملاحظات على الهوامش، بيشخبط في النص، بيحاول يفهم علاقة شخصيته بباقي الشخصيات. هل بيحبهم؟ بيكرههم؟ بيخاف منهم؟ كل ده هيحدد بعد كده نبرة صوته مع كل شخصية. المرحلة التانية بناء الشخصية والخلفية. بعد ما فهمنا القصة، دلوقتي مرحلة بناء اللحم والدم للشخصية عشان ندب فيها الحياة. الشخصية بتكون مكتوبة على الورق 2D. دورك كممثل انك تخليها شخصية ثلاثية الأبعاد. أولا تاريخ الشخصية، الباك هيستوري بتاعها. ممكن السيناريو ما يبقاش كاتب طفولة الشخصية كانت عاملة ازاي. في الحالة دي الممثل لازم يخترعها. هل كان طفل مدلل ولا طفل محروم ولا عنده عقدة نفسية معينة؟ كل التفاصيل دي ممكن ما تبانش في الحوار، لكن هتبان في عين الممثل أثناء الصمت. تاني حاجة البعد المادي، وبنسميه الفيزيكال. الممثل بيسأل نفسه الشخصية دي بتمشي ازاي؟ هل بيمشي بثقة وهو فارد ظهره زي الملوك، ولا ماشي ببطء وظهره منحني لأنه خايف ومتردد؟ بيسأل نفسه كمان هل الشخصية ليها لازمة حركية معينة؟ في ممثلين بيبتدوا بلا مؤاخذة الجزمة، يعني أقصد إنه هيلبس جزمة شكلها إيه؟ لأنه حتى في منهج ستانسلافسكي بيقول لك إنه أنت لابس جزمة حذاء رياضي حاجة، وأنت لابس جزمة عسكرية حاجة تانية، وأنت لابس جزمة كلاسيك حاجة تالتة. خطوتك في كل مرة مختلفة. تالت حاجة البعد الصوتي، طبقات اللي هيتكلم بيها الممثل، وسرعة أدائه الصوتي، ومدى ارتفاع أو انخفاض صوته. بيسأل نفسه هل هو بيتكلم بسرعة لأنه متوتر، ولا بيتكلم ببطء لأنه واثق في نفسه، أو يمكن بيتكلم ببطء لأنه خايف يغلط. ويفضل الممثل يجرب أصوات وطبقات الصوت لحد ما يوصل لصوت الشخصية. ودلوقتي بس يبتدي دور الحفظ، ومش الحفظ زي حفظ المدرسة ان احنا نقعد نصم النص، لا، الممثل بيحفظ الافكار قبل الكلمات، بيربط الافكار بالكلمات. لازم يعرف هو بيقول الجملة دي هنا ليه وهيقولها ازاي. وفي تقنية او تدريب معين بيستخدمه بعض المحترفين، انه مش بيحفظ الجمل وهو قاعد، بيحفظ الجمل وهو بيلعب رياضة، او هي بتحفظ الجمل وهي بتعمل المواعين. ده بيخلي الكلام جزء من ذاكرته العضلية، وده بيخليه يعمل ايه؟ بيقول النص وبيقول الكلام وبيقدر يقوله في اي موقف مهما حصل. لما بيحصل توتر كبير في موقع التصوير او يوم عرض المسرحيه، احيانا الممثل بيكون حافظ كويس قوي وبعدين ينسى الكلام، لكن لما يعمل التدريب ده بيساعده على انه تحت اي ظرف وتحت اي ضغط هو بيقول الكلام بمنتهى الطلاقه. وطبعا الممثل بيركز على ما بين السطور مش بس على الكلام، ودي احنا عملنا لها حلقه لوحدها، ممكن اسيبها لكم في الديسكريبشن او في الاي اللي بتظهر فوق هنا. قبل التصوير بفترة أو قبل العرض بفترة كبيرة بنعمل حاجة اسمها بروفة ترابيزة، وهنا الممثل بيبتدي يكتشف حاجة جديدة. هل اللي هو حفظه والإيقاع اللي هو عمله لنفسه متناغم مع بقية الشخصيات، متناغم مع الشخصية اللي هو بيكلمها ولا لأ؟ هنا دي بتبقى مرحلة التعديل والتربيط عشان يحصل تناغم ما بين الشخصيات وبعضيها. وصلنا لليوم اللي قبل التصوير، وهنا الممثل بيجهز شنطته، بيجهز كل الحاجات اللي هيحتاجها، وبيراجع المشاهد اللي هيصورها بس، وطبعا لو مسرحية بيراجع النص كله. كمان اليوم اللي قبل التصوير لازم الممثل ينام كويس،
وانا عارف انه ده ما بيحصلش مع كل الممثلين، لكن هو ده المفروض. ليه؟ لانه الكاميرا بتفضح الارهاق، ولازم يشرب كميه ميه كويسه عشان صوته وبشرته يفضلوا في افضل حاله. انا عارف ان اليوم اللي قبل التصوير او اليوم اللي قبل العرض بيكون مليان قلق، لكن ده قلق صحي ولا ايجابي. المهم انه ما يزيدش عن حده. بيوصل الممثل اللوكيشن بتاع التصوير وبيعدي على غرفة الملابس وغرفة المكياج وبيتجهز للشخصية، وبعد ما بيلبس لبس الشخصية وبيتمكيج خلاص الممثل ما بقاش موجود، شخصيتنا هي اللي موجودة دلوقتي. قبل ما يبتدي الممثل التصوير بدقايق او قبل ما يدخل على خشبة المسرح يعمل تمارين احماء لصوته ولجسده عشان يخش وهو جاهز. اول ما الممثل يدخل على خشبة المسرح او يسمع كلمة اكشن من المخرج في اللوكيشن يرمي نفسه في اللحظة، ينسى كل التحليل والمذاكرة والحفظ اللي كان بيعملهم، لانه لو فكر فيهم هيبدو اداؤه مصطنع جدا. لكن الحقيقه هو لو رمى نفسه للحظه دي كل المذاكره والحاجات اللي كان مجهزها هتظهر بدون ما هو يحس. ودلوقتي ممكن تقول لي في التعليقات افضل شخصيه انت عملتها وحسيت ان انت تقمصتها جدا، او ممكن كمان تقول لي ايه افضل ممثل انت بتحس انه بيتقمص شخصيه لحد ما بيخليك تنسى ان هو ممثل وتفتكر الشخصيه بس. ما تنساش اللايك والشير، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل سبسكريبشن عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هنعملها في المستقبل. سلام.